بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير. ونحن ونحتفل في هذه الأيام المباركة بعيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، ونطل عليكم عبر هذه السهرة عرفة خير، ونتمنى أن يعم الخير ربوع الوطن العزيز، ونطل عليكم في معية ضيوف أعزاء الأستاذ حامد عمار، الناشط الثقافي والمجتمعي الفنان المبدع، والذي سيكون معنا عبر هذه السهرة حسين أبو قطعة، العازف حسن كمبا، وفن الصوت حماد عيسى، والتحية لشباب منتدى أكوبام الثقافي الذين كذلك يشاركون معنا في هذا الجمال عبر هذه السهرة عرفة خير. مرحبا بك أستاذ حامد عمار، كل سنة وانت طيب وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. شكرا لفضائية ولاية البحر الأحمر على هذه الاستضافة وعلى هذا البرنامج الطيب في هذا اليوم المبارك، ونقول لكل الشعب السوداني ولأمتنا الإسلامية ولأهلنا بشرق السودان كل سنة وانتم طيبين. ربنا يعيد عليكم باليمن والبركات وبالاستقرار والسلام إن شاء الله، ونقول للجميع عرف خير وبركات إن شاء الله. أفوكم درسيستا جميعا ومطعمكم ودينساها وديبا ونسعوديبا، وإن شاء الله عرف بكي تتبقى بالكله إن شاء الله يا رب العالمين. مرحبا بك حسين أبو قطعة، كل سنة وأنت طيب. مرحبا بك، وأحييك وأحيي الفضائيات ولاية البحر الأحمر، وأحيي الأستاذ حامد عمار الناشط الاجتماعي، وأحيي نعم المشاهد الكريم، ومبارك عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. نعم، طبعا التهنئة بالغنى تكون أجمل من الكلام العادي. طيب نبدأ. حنسمع شنو؟ إن شاء الله نسمع أقلوليتنا ودريد كرينا بالحاربين الأستاذ الغامر بين نوراء أنوار للمشاهد لا كثير إن شاء الله. نسمع. عدى شرق وادي تشرق دي برهبتا معزوز في الدين السياحة قد حلف وجبتا يقول ايدس وسارت من تتركب الهبتا، فالا بكيت لمتني وذكرت شفتا. قلوليتنا ودريتنا قلوليتنا ودريتنا مكرينا قل حاريتنا نترقب بيه والله خلاص دمريتنا. والله خلاص دمريتنا. لو هتعلي لحد لالو يجوكو سفلول وما جالو لبقى ننسى فلالو ندرق بيه والله خلاص دمريتنا.
ومجالون البقى ننسى فلالون ندرك بيه والله خلاص دمريتنا. ولا تربة مفقر طايا يا هسكرو يا حلايا كفنوني انا بالله يا ندرك بيه والله خلاص دمريتنا. بدمك لا لفيفك بدمك لا لفيفك درركني رب حسيبك وحسبني انا كل ما جيبك ندرك بيه والله خلاص دمريتنا. قل حريتنا ندرك بيه والله خلاص دمريتنا. حول في تناقل اتركا كعباكا نساركا مما تريم نشاركا ندرك بيه ما خلاص دمريتنا. حكو ربي نية كربي حكو ربي نية كربي حكو ربي نية كربي حكو ربي نية كربي حكو ربي لفتكي من دد حربي ما ينبكي لتشربي ندرك بيه والله خلاص دمريتنا. حكو ربي يتكربي 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 لفتكي من دد حربي ما ينبكي لتشربي ندرك بيه والله خلاص دمريتنا. سبحان الله أيه ليكو سبحان الله من ليكو سبحان الله أيه ليكو سبحان الله من ليكو سبحان الله أيه ليكو عدد حيه إيد ليكو فتات الله وفتيكو ندرك بيه والله خلاص دمريتنا. سبحان الله أيه ليكو سبحان الله إدني ليكو عدد رحيه إيد ليكو فتات الله وفتيكو ندرك بيه والله خلاص دمريتنا. ندرك بيه يا ندرك
نترقب فيه وين نترقب فيه نترقب فيه يقولوا ليتنا ودريتنا يقولوا ليتنا ما دريتنا وقرينا قل حريتنا نترقب فيه والله خلاص دمريتنا. شكرا حسين بقطعة لهذا التدفق الإبداعي. أستاذ حامد عمار الناشط المجتمعي والثقافي، نحن نحتفي في هذه الأيام المباركة بهذه الفرحة في أيام عيد الأضحى المبارك، ولعل الأهل يطلقون عليه كذلك عرفة تيمنا بصعيد عرفة. ملامح العيد عند مكون البني عامر والحباب. هو الحقيقة نحن كل الأعياد بنطلق عليها عرفة. نعم. سواء كانت عيد فطر أو عيد أضحى. نعم. حتى في الدعاء عرفة مكة وجدة. أيوة لحكمة يقول لك عرفة فطر أو عرفة رمضان وعرفة حج، اللي هو إما عرف بمعنى عرفة الحج أو بمعنى عرفة الأضحية. نعم. الآن تداخلت المدينة مع الريف وربما الأجيال الحديثة دي يعني قد لا يكون عند الباك جراوند عن طريقة الاحتفال بالعيد في الأرياف. نعم. فالمثل بيقول لك ليلة العيد بانية من عصرياتها. هنا ده بينطبق على العيد، أي عيد سواء كان أضحى أو عيد فطر. نعم. بمعنى الكلمة. فتجد الأمسية ليلة العيد دي هي ذات عيد. الاستعدادات والتحضيرات، وأهم ما في هذه التحضيرات غير تحضيرات البيوت وتحضيرات مستلزمات العيد وكده، أهم تحضير له أنه ليلة العيد بتحيا بالذكر. المديح. نعم. يعني دي ليلة مهمة جدا، الناس دي بتترقبها بفارغ الصبر، بحيث أنه يعني من مديحة دي ولصلاة عيدة. نعم. أو للتحضير لصلاة العيد. فيبدأ المديح يعني من بعد صلاة العشاء تبدأ جلسات المديح وتستمر إلى منتصف الليل. الناس في أذكار وفي مدايح، بيقلب عليها الطابع الصوفي أكثر من أنواع المديحة الثانية. نعم. فيحيي الليلة بهذه الطريقة. ده أول الطقس الأول. نعم. وده بيدل أنك أنت خلاص تحضرت نفسك للعيد. نعم. بعد دي التحضيرات الثانية الطبيعية المتعارف عليها من الصباح للعيد. نعم. ترتيب الملابس واصطحاب الأولاد وكده. لكن أهم ما فيها دائما العيد، دائما الناس بتتمسك فوقه بالتراثيات وتتمسك فوقه بالقيم الأصيلة أو السماديت. نعم. وبمناسبة السماديت يعني كتر خيرك على التذكير دي. نعم. الآن السماديت بقت من التراث العالمي. نعم. بفضل مجهودات أولادنا واستغلالهم الجيد للوسائط الاجتماعية. نعم. 23/6 أصبح اليوم العالمي للسماديت. نعم. ومن فضائية البحر الأحمر أحيي كل الناشطين. نعم. اللي ابتدوا يوثقوا لهذا التراث ولهذا العمل المتفرد اللي بيرمز لهذه المنطقة من شرق السودان ومن غرب إريتريا. نعم. الممتدة. نعم. في ثقافتها، في ملابسها، في تراثها. نعم. وده هو يعني التعامل الإيجابي مع الوسائط الاجتماعية. نعم. وتسخيرها لتثبيت القيم الثقافية للمجتمعات. نعم. دائما العيد بيرتبط في زيه باختيار الملابس اللي بترمز للتراث الاجتماعي. نعم. صحيح أولادنا والأجيال الحديثة دي يعني بيساير الموضة وبيساير الطقس الحالي الماشي. نعم. لكن عموما الكبار زمان يعني أهم ما عندهم أنه الزي يكون فل سيت يعني كامل. الزي وفي أشياء تصاحب الزي. أيوة الزي يكون كامل أولا. السيف والعصا يكون في أولا السيف ده مهم جدا. العصاية من صباح العيد. نعم. ويبدأ مع التكابير. من التكابير الناس ذاتها ما بتمشي أفراد كانت زمان. نعم. بتمشي جماعات وهي ماشية للمسجد. بتمشي جماعات ويكون حامل السيف وحامل العصاية أو أقلها العصاية براها أو السيف براها أو أحيانا بيجمع الثلاثة مع بعض، الصوت والسيف والعصاية. نعم. ودي دلالة على مدى احتفائه بالتراثيات بتاعه دي، وقد ترمز أحيانا لمكانة الزول ذاته. نعم. أنه لما يكون شايل كل
الادوات دي. نعم. الناس بتمشي المصلى، وبعد الفراغ من صلاة العيد نعم. الناس بترجع وهي قايبة لمنازلها، بترجع بالمديح في شكل جماعات. نعم. واجمل ما في هذه المديح احيانا بتكون فوق نديه وفوق مباريات، مجموعه تمدح وترجع لورا، تجي المجموعه ثانيه تمدح وتمشي لقدام. وبرضه يعني ما بيكتفوا بكده بس، بالعكس السيوف ده اليوم دي تحمل السيوف. نعم. في الايام الثانيه السيوف في ايام السلم وفي الحياه العاديه ما بتحمل السيوف، لكن هنا بتحمل في يوم طيب زي دي، وبتخرج من أغمادة. نعم. هذه السيوف كويس، ومع المديح يتم التراغص بها. نعم. يعني ده طقس مهم جدا. نعم. كل الأجيال اللي عاشت جيلنا دي كان بيتذكر الصور دي وكأنه عايشة الآن، مشاهد واللوحات، مشاهد كأنه عايشة. نعم. الآن يعني أنا على سبيل المثال ما زلت أذكر يعني في حيمايو. نعم. مديح حامد محمد علي والمجموعات دي ومجموعات الختمية. نعم. وهم بيمدحوا كويس وماشيين للبيوت، وكل ما وصل لفسحة بيقيفوا ويعلوا صوتهم، كل ما الناس اتحملقت حواليهم واتجمهرت حواليهم. كده بعد ما انتهي المديح ده، بعد ده كل واحد يمشي لبيته. نعم. إذا كان عيد فطر يبدأ تحضير لوجبة الإفطار، وإذا كان عيد وإذا كان حيجي بعد ده. نعم. بيجي بعد ده بيجي بعد ده. وإذا كان في عيد أضحى، نعم. بعد ده يشرع في الأضحية بتاعه، بشرط أن الأضحية الآن في المدينة أنت ما بتضحي إلا بعد ما الإمام يضحي من السنة. نعم. وزمان باعتبار الناس كانت في الأرياس ما بتضحي إلا بعد ما يضحي كبار القوم. يضحي مثلا العمدة، الكده، الشيخ. نعم. كبير الأسرة لازم هو يبدأ الأضحية. نعم. كويس، وبعدين باقي الناس بتضحي معاه. نعم. في المدينة طبعا بالشرع الناس بتضحي بعد ما الإمام يضحي، والناس أصبحت في المدينة كلها سواسي. نعم. كده الفقرة الأولى من العيد انتهت بالوصول إلى البيت. نعم. تجي الفقرة الثانية، فقرة التراحم والتوادد وصلة الأرحام والتواصل. نعم. الأسر بتمشي زرافات، ما تمشي أفراد كانت. نعم. بتمشي مجموعات. نعم. كبير البيت يقوم يصطحب أولاده إذا كان في معه أخوان أصغر منه أو كده، فبيمشوا بجماعات وتكون عندهم قائمة مرتبة، يمشوا لكبار الأسرة، الأب والجد والعم. نعم. ويمشوا للعمدة وللشيخ ولكده. نعم. كويس، حفظا لمكانتهم واحتراما لهم. نعم. كويس، إذا كان في الوالدة مع آخرين. نعم. فيمشوا بشكل مجموعات، ما يمشوا كأفراد. الآن يمكن نحن الناس بقت يعني حسب وسائل الاتصال والمواصلات وكده يمكن قد تمشي أفراد. نعم. لكن حتى الشباب الغير متزوجين. نعم. ما كانوا يمشوا كأفراد، كانوا يمشوا كمجموعات. كويس، وبيخطوا برنامج الليلة يقولوا نمشي حي فلان مثلا، بيخطوا الحي ده من أوله لآخره، ما بيتركوا زول. العيد كملمح أهم ما فيه هو صلة الأرحام. أهم ما فيه. نعم. أهم ملمح فوقه. يمكن في العيد قد لا تزور أصدقائك وقد لا تعيد عليهم. نعم. ممكن تعيد عليهم بالتليفون، تعيد عليهم في المكتب، تعيد عليهم بعد ما تلقاهم. لكن الأرحام ديل مكفول لهم العيد قفلة تامة. نعم. بحيث أنك أنت تصل كل أرحامك في العيد ده. كده يمكن النهار قد يكون انتهى. نعم. أو أوشك على النهايات. احنا سنتوقف نعم. في النهار. نعم. وخلينا نمشي لفنان حسين أبو قطعة الذي جعل الليل نهار بإبداعه. حنسمع شنو؟ طيب هنسمع عفت حكي واللي بنكلمه. طيب نسمع.
وفرا لبيالي ليد من مقرار وفرا ويتحمل بيالي بكعرا من دليو كان رول التتكرا جلوا لا لي ولا لنا ولا لنا للي ولا لنا جلوا لبيالي ليت من مقرار وفرا لبيالي ليت من مقرار وفرا ويتحمل بيالي بكعرا من دليو كان رول التتكرا جلابا لا لي ولا لنا ولا لنا للي ولا لنا جلابا لمبرية ربي لا تهليو لمبرية وربي لا تهليو تلال ديبكينو شايدليو تلال ديبكينو شايدليو صرنا نصفق وصرنا نحليو بلتك ولا لولا نقليو جلاوة لا لي ولا لنا ولا لنا للي ولا لنا جلاوة لمبرية ربي لا تهليو لمبرية وربي لا تهليو تلال ديبكينو شايدليو تلال ديبكينو شايدليو صرنا نصفق وصرنا نحليو بلتك ولا لولا نقليو جلبا حلايكي قلم جديد بروي كل حلايكي قلم جديد بروي جننني الحايز قمو حروي قرب حليب في ثلاجة كروي جلوة لا لي ولا لنا للي ولا لنا ولا لنا للي ولا لنا جلوة حلايكي قلم جديد بروي كل حلايكي قلم جديد بروي جننني الحايز قمو حروي قرب حليب في ثلاجة كروي جلوة لا لي ولا لنا ولا لنا للي ولا لنا جلوة كيول بيه من قلبه فتحة كيول اللي بيه من قلبه شمال طالع بعدها من العربو شمال طالع بعدها من العربو أثر بيبو خبر قلت ركبو قدام ريو شفات التلبو يا قدام ريو شفات التلبو وين قدام ريو شفات التلبو كيول اللي بيه من قلبه شمال طالع بعدها من العربو شمال طالع بعدها
كل عام وانتم بخير والصحة والسلامة تنعاد عليكم في حلول عيد الأضحى المبارك. هبوطة ونسوتا تهاني لأسرة منتدى القوام الثقافي والأسرة فضائية قناة البحر الأحمر. كل عام وأنتم بألف خير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نجدد لكم التهاني والتبريكات ونحن نحتفي في هذه الأيام المباركة، والتحية لمنتدى القبام الثقافي ولأعضائه الذين سيكونون معنا عبر معايدات عبر هذه السهرة. أستاذ حامد عمار، أعود إليك من جديد. يمكن قبل الفاصل الغنائي توقفنا في ملامح العيد في المرحلة الأولى من اليوم الأول حتى أذان الظهر. نعم. تبدأ المرحلة الثانية دائما بعد ما الجو يبرد في العصاري. نعم. وهنا بيغلب عليها الأهازيج الشبابية غالبا. نعم. فتبدأ المنافسات بتاع سباق الهجن لو في المكان هجن. نعم. أو سباق الحصين أو كده، أو تبدأ الألعاب الرياضية زي القفز. نعم. بمسافات من العشق تكون مخطوطة. نعم. كويس. أو رقصات الشباب بتاع البيبوي اللي هي فيها نوع من أنواع أقول لك شنو، فيها طقس أقرب للزار. الواحد يصل مرحلة من الغيبوبة. نعم. حتى يفيق انجذاب. نعم. وكده. وتبدأ برضو كمان في ألعاب كانت طريفة وجميلة جدا. أنا أذكر في السبعينات هنا في حيمايو على بعد عشرات الأمتار من الإذاعة دي. نعم. كان في مجموعة تلعب لعبة اسمها الوردة. والوردة دي لعبة جميلة جدا وفيها رشاقة ما يتصور. أولا يعني هي نوع من الرقص ما بيرقصوا إلا الرجال. نعم. اثنين، هو رقص بيحتاج لرشاقة ويحتاج لإيقاع. ضبط ايقاع، يعني زول زمنه ما يكون فارق. نعم. زمنه يكون مظبوط. اجمل ما فيها الناس اللي بيلعبوها احيانا كبار السن. نعم. يعني واحد ممكن قد يكون 70 او 80 تلقاه بيتغافز. نعم. يعني زي الغزال ويتنافسوا زي الغزال. نعم. لانه يعني تعود عليها من صباه او من شبابه. نعم. فلا من قريبات كان اللعبه دي كانوا بيلعبوها هنا في حيماء، اضافه لالعاب ثانيه كويس واغاني ثانيه تراثيه. نعم. بتختص بالرجال فقط دون الحريم. اليوم كله بيعدي الى ان تغيب الشمس في 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 في, في الرقص التراثي وفي العاب الفروسيه وفي التحديات الشبابيه. نعم. بينقضوا اليوم بالطريقه دي. والى ان ينتقلوا الى اليوم اللي بعده. نعم. الفتره بتاع العيد دي كلها هي فتره بتاع تمازج بين الشباب. نعم. وفتره بتاع تقارب بيناتهم وفتره بتاع تلاحم بيناتهم. الناس كلها جات من مختلف بقاع الارض للقريه او للحي او للمدينه. نعم. كويس. دول الفرصه الوحيده ان هم ياخذوا فوق شحنات اجتماعيه. نعم. كبيره. عشان كده تلقى البرنامج دائما برنامج مزحوم. استاذ حامد، يعني في كل كلامك يعني زمان، كله زمان وين الحاجات الآن يعني، ولماذا لم يحدث تواصل للأجيال للحفاظ على هذا التراث وهذه الثقافة الطاربة في الغذاء؟ طبعا الأمة الحية هي الأمة اللي بتحافظ على تراثها. والتراث بيحفظه رجال، يعني ما بيحفظ نفسه براه. نعم. يعني داير صناعة، داير شغل، داير تعب، داير مجهود، ما بيحفظ نفسه براه. نعم. الآن العالم الافتراضي والعولمة أثرت في الشباب في أنه ابتدوا ياخذوا الثقافة السهلة. نعم. الثقافة السهلة والبسيطة والمتداولة معهم في وسائطهم الاجتماعية وفي أجهزتهم دي. والعالم أصبح قرية، بل والعالم أصبح قرية واحدة. نعم. بإضافة إلى المنظومة الوطنية ذاتها من إذاعة لتلفزيون لغيره، أصبح نعم. بيأثر في الثقافات المحلية الصغيرة. نعم. وأصبحت يعني حتى لو ما انزاحت أصبح تأثيرها قليل. نعم. على الأجيال الحديثة. نعم. لكن يعني الثقافة ما بترعاها إلا بيوتات، ما بترعاها إلا مؤسسات. نعم.
أنا من هذا المنبر بحيي أولا بحيي أخونا عبد الناصر محمد عبد الله ود العمدة، له التحية وعنده فرقة شهيرة، عنده فرقة الشوتال. أنا ده اللي خلاني الآن أذكره كويس، وقبل كده أخذ الجوائز. وهذا الشغل كان بيحتاج لرعاية، ويبدو أن أخونا عبد الناصر ما وجد الرعاية وما وجد الدعم. من هنا بوجه كل المجتمع وكل الناشطين الاجتماعيين والمهتمين بالجانب الثقافي أن يهتموا بهذا الجانب ويدوه حقه ويتحملوا فوقه، لأنه الثقافة يعني الحفاظ عليها ما بيجي بالسهل ولا بيجي بالمجان. وبرضه كمان أحيي أخونا محمد خير خالد محمد خير، برنامج المجتمع في برنامج الشهير اللي سابر عليه سنين من مقدام سلام وبوادع عامرية، ومستمر في الحفاظ على التراث المجتمعي دي، تراث شرق السودان وإنسانه كويس. فدي تحتاج لمؤسسات ترعاها، ما بترعى نفسها براها. الشغل ده عايز صرف وعايز جهد وعايز تخطيط وعايز ترتيب كويس، وبالتالي لو ما يوقفوا وراه ناس ما ممكن يستمر. مؤسسات أكاديمية برضه، هو محتاج لمؤسسات أكاديمية لأنه جزء هو شوف التراث العالمي والتراث الإنساني هو واحد في النهاية. لكن أنت كيف تفرض نفسك أو كيف تحافظ على تراثك ضمن النهر الكبير العالمي دي يا أخي، ضمن الشلال السوداني دي لازم تبرز. ونحيي نحن كان في قامات في فرقة قومية سودانية عليهم رحمة الله، منهم أحمد علي أولباب. ده في كل حتة يمسك يقول لك أنا مشيت 36 دولة 38 دولة، مشيت مثلت السودان، كان بيقول في كل مكان، فعلا كان بيمثل السودان هو كويس. عندنا قامات كبيرة، عندنا موسى صالح اللي كان بيقول يا ناس شرقون داوريب وعملوا له قلم وعملوا له لسان، تعلموا علم نور أيوة كويس. وكان في الفرقة الشهيرة بتاع والدواي، وكان في أخونا فايد بلال، فكان في قامات كويس، وكانوا جزء من منظومة وطنية، جزء كان بترعاهم المؤسسة القومية للدولة. لكن الآن طبعا في ظل التراخي، في ظل السيولة الاقتصادية والسيولة الإدارية، يعني الفن والثقافة والتراث ما لقى رعاية. طبعا في ناس بيفهموا التراث ده هو ميوعة وغنى وحريم ونسوان وكده، لا التراث ما كده هو كويس. ده قد يكون جانب كويس، قد نتفق فوقه وقد نختلف فوقه، لكن التراث ده يبدا من لبسك لمأكلك لمسكنك لملبسك للسانك لثقافتك لطقوسك، تفاصيل يدخل في كل تفاصيل حياتك. فالناس ما تستهين به وتربطه بس بالجانب الغنائي فقط. ده التراث ما الغنى بس، قد يكون ملمح من ملامحه، لكن هذا هو الجانب الجاذب والذي يجد اهتمام وعنده جمهوره. عنده جمهوره هو، باعتبار يعني في فئات عمريه طبعا ما يعني ما بتقبل الا دي. طيب احنا ما عاوزين نحرم المشاهد الكريم برضو من هذا النوع من الابداع، وجمهور المشاهدين من الذين يستمتعون باغنيات واداء الفنان حسين ابو قطعه. حنسمع شنو يا حسين المره دي؟ ان شاء الله نسمع اغنيه لليله كلمات الأستاذ خالد محمد خير، له التحية والتجلة والطاولة والصلافة. وأنا من هنا أبارك له العيد إن شاء الله ربنا يعود على بخير ويوم بركة إن شاء الله. طيب نسمع. بدور نترين دم بالياخ رمضة في جينا.
السفر والله تصور سنيتا لو هابات التوكر يا نبا في الجينا يا عليك فاتلي قوب العكر برود لبوي حلي فاتلي قوب العكر كل بين يتقسيكو مشاوي تتذكر كل بين يتقسيكو مشاوي تتذكر حلليني للبيانا وركا قميق السفر حلليني للبيان وركا قميق السفر ولا تصور سنيتا لو هابات التوكر يا يوم قلبا في جينا حليا عدى ساد الدمايم إلا لا لا حليا عدى ساد الدمايم إيدي تأمر من جفر شارت وايدة علايم إلى مورا من جفر شارت وايدة علايم جننه حنقليه كيلوت حوجبت علايم جننه حنقليه كيلوت حوجبت علايم انت شمال قبكو انا كس حلو اولادي تايم ريم قبا في جينا الله حليا عدى ساد الدمايم إلا لنا حليا عدى ساد الدمايم إيدي تأمر من جفر شارت وايدة علايم إلى مورا من جفر لا شارت وايدة علايم جننه حنقليه كيلوت حوجبت علايم لخبطه حنقلينا كيلوت حوجبت علايم انت شمال قبكو انا كس حلو اولادي دايم ريم قبا في جينا يا ليل للينا 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 بدور نترين دم اليا ريم قبا في جينا فاتلي قوب العكر برود لبو يحلي فاتلي قوب العكر كل بين يتقسيكو مشاوي تتذكر كل بين يتقسيكو مشاوي تتذكر حلليني للبيانا تركا قمي السفر حلليني للبيان تركا قمي السفر ولا تصول سنيتا لو هابات التوكر يا ريم قبا في جينا أيوة
للينا 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 بدور نترينا بليا ومدور نترينا بليا ونترينا بليا ومدور نترينا بليا ونترينا بل للينا 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 بدور نترينا بليا ريم قوافينا شكرا حسين. بقطعة قبل الفاصلة الغنائية كنا نتحدث عن أهمية الحفاظ على التراث وإبراز هذا التراث عبر كافة الوسائل. الآن يمكن برضو الوسائل تعددت ويمكن الوصول إلى كل العالم، مخاطبة العالم بثقافتك بلغتك وإبراز التراث المحلي للمحيط الإقليمي والدولي. هو أهمية التراث يعني كملمح بسيط لأهميته أصبحت له منظمات. نعم. يعني منظمة عالمية للثقافة والتراث اليونسكو العالمي، ومن مهامه أنه تحافظ على التفرد الإنساني لكل مجتمع. نعم. كويس، سواء كان هذا التفرد ثقافي أو لغوي أو عمراني أو كده. نعم. كويس. المجتمعات الحية هي اللي بتوثق لتراثها من ولادة الإنسان إلى مماته. نعم. دي يعني حقبة ما سهلة بتأسس لكل الحياة بتاع الإنسان، سواء كان لحظة الميلاد، لحظة الختان، لحظة كده، لحظة الصبا، لحظة الزواج. نعم. لحظة الموت، لحظة الولادة، تفاصيل الحياة كلها. نعم. ودي دايرة مجلدات، يعني ما شغلة بسيطة وسهلة. نعم. كويس. إضافة إلى التجليات الثقافية الثانية كيف بيتفاعل معها المجتمع. يعني هسه بس على سبيل المثال، نحن الليله الامسيه دي اسمها عرفه، عرفه خير مثلا. نعم. ليه سمي العيد عندنا بعرفه؟ نعم. ليه كل الاعياد تسمى بعرفه؟ نعم. والحديث بيقول الحج عرفه، الحج عرفه. طيب عرفنا عيد الاضحى ممكن نسميه عرفه. نعم. لكن ليه نسمي عيد الفطر عرفه؟ نعم. كويس. دي واحدة من الحاجات اللي ممكن الإنسان عايزة بحث. نعم. كويس. التراث اللي أنا تكلمت عنه مثلا بتاع الوردات، الرقصة دي، الرقصة دي لو جيت عملت لها أي مقاربة أو أي مقارنة مع أرقى التشكيلات التراثية القريبة منها في المنطقة اللي حوالينا بتشبه الدبكة. حتى الدبكة، والدبكة دي حتلقاها منتشرة في منطقة عريضة في سوريا ولبنان وفلسطين. نعم. والأردن ولحد ما في العراق، منطقة الشام. نعم. شوف رغم بعد المسافات دي. نعم. إذا كان في امتدادات ثقافية ما بين شعوب المناطق دي. حتى القفز يمكن في منطقة اليمن، في منطقة اليمن. نعم. هو حتى الآن المؤرخين بيقول لك ذاته، يعني الناس الآن بيقولوا مثلا والله يا أخي لغة التجريدية دي جات من اليمن. لا. نعم. بالعكس، الآن المؤرخين بيقولوا حضارة سبأ. نعم. كلها راحت من المنطقة من شرق نهر النيل. نعم. ومنطقة خور بركة. نعم. وذهبت إلى اليمن. نعم. كويس. لو جيت حتلقى نفس الملامح الثقافية دي موجودة هناك، نفس الملامح التراثية موجودة هناك. يعني على سبيل المثال، يعني لا أهمية ومكانة القمر أو الهلال عند المجتمعات دي عندنا، وعند التاريخ اليمني القديم. يمكن يحتفوا في بداية، يحتفوا عند ظهور القمر ده، بيحتفوا ويدوه اليد اليمين واليد الشمال ودي. نعم. كده ويدعوا فوقه. نعم. هناك في التاريخ في الحضارة السبئية القديمة. نعم. القمر كان يعبد. نعم. كويس. نعم. والآن في يعني دراسات حتى الآن ما انفردت، لكن نعم. بتأكد أنه والله يا أخي الحضارة دي نزحت من هنا إلى جنوب اليمن. نعم. ودي هي العرب البائدة. نعم. كويس. أما باقي العرب هي العرب المستعربة. نعم. المستعربة. نعم. كويس. فده كله ما بيجي بتهيؤات وتخيلات، إنما يأتي ببحث جاد. كويس. ومن هنا نحن يعني بنشيد بجامعة البحر الأحمر لإفرادها لمركز لدراسات البيجا. كويس.
ونحيي القائمين فوقه على اساس القائمين فوقه. وكان محاولات لكتابة اللغة التقريات والبداويات. نعم. البداويات كويس. نعم. لكن ده كله بيحتاج للكادر التحتي اللي بيشتغل الشغل دي. الجامعة ممكن قد توفر بعض المعينات، قد توفر المكان، البيئة كده، في دور مجتمعي، منظمات نعم. كده بيلعب دور كبير في الشغل دي. نعم. فلا بد أن تتكامل الجهود، يعني جهة براها ما ممكن بتقوم بشغل. نعم. فالمجتمع له دور. اثنين، عشان تحافظ على التراث دي لازم تقام المنتديات. يعني الليله نحن منتدى كوباما اللي برضه في ظلال ولهم التحيه يونس واخوته. نحيي من منتدى كوباما الثقافي. نعم. مفروض هذه المنتديات تكون منتديات كثيره وكبيره ومتنافسه في ان هي تقدم افضل ما عندها. نعم. كويس. الليله نحن الشيء المؤسف، خليك من المنتدى، النادي الرياضي دي ما شايلين منه، ما شايلين منه للكوره. نعم. وين الجانب الثقافي وين الجانب الاجتماعي؟ نعم. ده الناس ما شغاله به، او اذا ادته يعني نسبه بسيطه وشكلي بس علاقات وكده. نعم. لكن انه يوصلوا لثقافه وينتقلوا بالانسان بتاع النادي دي كويس ويدمجوا في الثقافه الوطنيه، او يظهر هو ثقافته ذاته، يسمح له انه يظهر ثقافته في محيط النادي ده ما متوفر. انا من هنا بهيب بكل الانديه وبكل المنتديات انه اولا تتكون منتديات بما يكفي. نعم. هذه المنتديات لازم تكون منتديات متخصصه، اللي بيتخصص في اللغه، اللي بيتخصص في القناء، اللي بيتخصص في التراث، اللي بيتخصص الفلكلور دي. الفلكلور ده حاجه ما سهله. الفلكلور دي يعني الليله الرقصه دي عندها معاني وعندها مغازي. الناس ما يعني ليس فقط حركات، ليست حركاته بس. نعم. عندها مغازي وعندها معاني وعندها دلالات. نعم. كويس. الرقص الخشن والرقص الفوق قفز وكده. نعم. ده دلاله على فروسيه، دلاله على رجوله، دلاله على مهابه وكده. نعم. عكس المراه دائما الرقص بتاعها ناعم بحياء وكده وهناي. نعم. اما رقص الرجال دائما بيميل الى الخشونه. ده كله شغل داير دراسات وداير تجويد وداير بحث وداير تنقيه. كويس. الآن نحن في ظل المدينة وفي ظل العولمة، أولا في ظل المدينة ذاتها وفي ظل ثقافة المركز. نعم. يعني كلنا أخذنا ثقافة المركز، أثرت فينا بشكل أو بآخر. ضابط الثقافة المحلية. نعم. فضلا على أنه العالم أصبح قرية واحدة. نعم. برضو كان أصبحت الثقافات الأخرى برضو كمان ابتدت تدخل. وده ما ممكن يعني يتم فلترته وتنقيته إلا من خلال منتديات مختصة. والتحية لإخوانا في منتدى كوبا. وبرضو من المكان ده بطالب أخونا عبد الناصر يعني يعيد الكرة ويعيد الفكرة ويحييها. كويس. ولأنه يعني الجيل لو ما نشأته أنت من هو صغير على الثقافة وعلى التراث، من الصعب أنه ينتبه لها أو يتلقاها أو يستفيد منها في مراحل مبكرة ومتقدمة. لأنه بعدين حتجرفوا مشاغل الحياة، حتجرفوا المسؤوليات الاجتماعية والأسرية وكده، تاني ما بيلتفت لها. فالشغل داير مجهود. كويس. أيضا كمان زمان الدولة ما كان بتفرد المساحات الكافية والدعومات الكافية. الآن نحن في ظل الثورة وفي ظل المدنية وفي ظل مشروع العدالة والحرية. نعم. نتمنى أنه تتاح الفرصة للثقافات دي عشان تندح وعشان تظهر. نعم. وعشان تنتشر وعشان يعني نظهر التنوع الثقافي السوداني يظهر. كويس. لأنه إحنا قاعدين نقول وحدة في ظل التنوع. نعم. كويس. ما تكون في ثقافة واحدة مهيمنة، ثقافة واحدة. التنوع قوة. نعم. في نحن يعني نتفائل. كويس. نعم. لكن في النهاية يعني جهد المجتمع. نعم. هو الجهد المركزي والجهد الرئيسي في إبراز شخصيته، في إبراز ثقافته. أهمية الموسيقى في حياة الشعوب باعتبار الموسيقى اللغة المشتركة التي تجد دائما القبول من كل المجتمعات. هو طبعا أنا الجانب ده ما عندي فوقه، لكن نعم. الموسيقى بتخاطب شعور الناس، وجدان الناس. نعم. اثنين، الموسيقى يعني ما دايرة يعني مهارة، يعني أقول لك مهارات خطابية عالية. نعم. دايرة لغة بسيطة. كويس. اثنين، دايرة نغم ووتر وكده. هذه النغمة يعني من الساهل بتدخل للعقول كل الناس وتحرك مشاعرهم. نعم. كويس. فيعني احتياجاتها بسيطة ودخولها غير مكلف. نعم. للناس. يعني ليه انت لما دار تجي تقدم خطاب دون ما استئذان. نعم. دار تقدم خطاب سياسي لازم تقعد وتعمل مقدمات. نعم. وتعمل البند الرئيسي وتعمل خاتمة. نعم. وترهق نفسك وتجهد نفسك. نعم. وقد لا يستوعبك. نعم. بعد ده كله.
لكن لمجرد يعني كلمات بسيطة وموثقة نعم. ممكن أنت قد تجذب الإنسان دي وقد تؤثر فوقه. شكرا حامد عمار، كل سنة وأنت طيب وكل عام وأنتم بخير، ونتمنى دائما أن نطلع على المشاهد الكريم والوطن ينعم بالأمن والسلام والاستقرار وعرفة خير وبركة لكل المشاهدين. لو سمحت لي أولا يعني أهنئ تنسيقية الحرية والتغيير بعبورها لاستكمال السلطة المدنية الانتقالية. نعم. واختيار الولاة المدنيين كواحد من شروط الثورة دي. نعم. كويس. وأهنئ الولاة في كل ولايات السودان لنيلهم صيغة تنسيقيات ولاياتهم. نعم. واختيارهم لأداء هذه المهمة الوطنية في هذه المرحلة. نعم. العصيبة. ولو ما كانوا مناضلين صلبين لما كان تم اختيارهم. نعم. ونخص بالتهنئة ولاتنا في أقاليم شرق السودان، الأستاذ سليمان علي ولاية القبارف. نعم. والأستاذ صالح عمار ولاية كسرة، والباش مهندس عبد الله شنقراي ولاية البحر الأحمر. ونخص الباش مهندس نقول له مرحب بك وأهلا وسهلا، وإن شاء الله هذه المرحلة تنعم فيها ولايتنا وكل ولايات السودان. نعم. بالسلام والأمن والتنمية إن شاء الله، ومزيدا من استكمال هياكل الدولة المدنية في المرحلة الانتقالية إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا لمتابعتكم لنا عبر هذه الإطلالة من عرفة خير، ونتمنى دائما أن ننعم بالخير والبركة والسعادة، ونحن نعيش في أيام هي للسعادة وأيام للتواصل الاجتماعي، أيام للتسامح. لحن الختام مع حسين أبو قطعة. حسين، توقيع الختام حيكون بأغنية الدنيا بقى فتح كنبر. نعم، نسمع. تنكرينا كروادي ما بري يتعبدت حالة حياتك الريه لالي وملك لنحفر تريها خير كيسي كلاكي شركي بري الدنيا واقفتك برا ولا لنا لا لنا لا لنا لا لنا لا لنا الدنيا واقفتك برا تنكرينا كروادي ما بري تنكرينا كروادي ما بري يتعبدت حالة حياتك الري لالي وملك لنحفر تريها خير كيسي ولكن شرقي بري الدنيا واقفتك برا لا لنا 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 الدنيا واقفتك برا اترسى يمسك الحوز والهمر اترسى يمسك الحوز والهمر اتقعد تنطرعي امر سفلي لا لا بقان وشمر الدنيا باقفتك ورا ولا لنا لا 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 لنا الدنيا باقفتك ورا اترسى يمسك الحوس والهمر اترسى يمسك الحوس والهمر
قعدامي تنت رعاي أمر راسف لي لا لا بقان وشمر الدنيا باك فتيك برا لا لنا 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 اقعدي لو حضركم ما جمالي اقعدي لو حضركم ما جمالي علامة شقبت من ولالي وجريت هبايد بو يكون تسالي الدنيا باك فتك برا ولا لنا لا لنا لا لنا لا لنا لا لنا لا لنا لا لنا الدنيا باك فتك برا بولا ليكم رايات التحرو بولا ليكم رايات التحرو افتت هباي سيمضي بالي سحرو وجريت هباي عمركم مررو الدنيا باك فتك برا لا لنا لا لنا ولا لنا لا لنا لا لنا لا لنا لا لنا الدنيا باك فتك برا أيها اللباكو سوس شماچه أيها اللباكو سوس شماچه نكي وكين كسينا بيتي ساچه إني باتر نسومني تكياچه كفو اتوسبر تالي تاچه وكنا نبيل كفو نبريك بلاچه الدنيا باك فتك برا ولا لنا لا لنا لا لنا لا لنا لا لنا يتنكرينا كروادي مبري يتنكرينا كروادي مبري يتعبتت حالة حياتها كري لالي ومن كل انحبر تريها خير كيسي لكن شرقي فري الدنيا باك فتك برا الدنيا باك فتك برا الدنيا باك فتك برا نيتك من قديس ترى ومرة رنتا وحفن انت من جرة ومسكيناي يا مسكيناي ومسكيناي 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 يتنكرينا كروادي مبري يتنكرينا كروادي مبري يتعبتت حالة حياتها كري لالي ومن كل انحبر تريها خير في سيكو لكن شرقي فري الدنيا باك فتك برا